في قلب ولاية ولاد جلال ولد الفنان التشكيلي فؤاد حسن، والذي جعل من إعادة الروح لجذوع النخيل تخصصه. نحات استثنائي جعل من جذع النخلة مادة خامة لفن متجذر في الأرض والهوية. ولأن الفنان هو ابن بيئته فهو دائما يبحث على مادة محلية. استخدمت مخلفات النخيل. البداية كانت مع الكرناف اللي هو جزء من جريد النخل لمن لا يعرفه، وعندما أردت الغوص أكثر في العمل لجأت إلى الجذوع. هذه المادة هي مادة طبيعية متوفرة بكثرة في بيئة ولد جلال، هي أيضا مادة صديقة للطبيعة والإنسان. لما استخدمتها أدت أو أعطت نتيجة، ووجدت فيها ظلتي لأنها عبرت بصدق عن عراقة المنطقة وعن ألوانها. استخدمتها في تجسيد معالم المنطقة مثل المساجد القديمة، مثل الحارات، العادات، التقاليد، التراث بمختلف أنواعه. جذع النخلة الذي يراه الناس مجرد بقايا ميتة، يراه فؤاد مادة حية تنطق بالتراث، وبأدوات بسيطة يخرج منها زخارف تجسد التراث العربي. التراث يعبر على المنطقة وعلى رموزها وعلى أصالتها. هنا لما نظهروه للأجيال يعني لاحظنا أنه يتفاعل معه ويوجه تساؤلات. من هنا أن نحافظوا على الذاكرة وعلى التراث بشكل عام. نحات جذع النخيل ليس فقط فنانا بل حافظا لذاكرة ولاية ولاد جلال، يخلدها على الخشب الجاف بحياة جديدة، يعيد تشكيل المألوف ويحول بقايا الطبيعة إلى تحف تنطق بالجمال. هو رمز للإبداع المستدام وحارس لذاكرة المكان.